غرامات قانون ساكسونيا. الموسم اللي فات في مباراة بيراميدز خالد عبد الفتاح لاعب النادي الاهلي خد انذارين في اللقاء وانطرد من المباراة دي وما خرجش خارج الملعب وقعد على دكة الاحتياطي، وده طبعا مخالف للقانون، علشان كده خد ايقاف في 3 لقاءات. الموسم ده محمد شحاتة لاعب نادي الزمالك في مباراة زد هو كمان خد انذارين في المباراة وانطرد خارج اللقاء، وهو كمان ما خرجش خارج الملعب، وقف خلف اعلانات اللي موجودة داخل الملعب واتفرج على باقي المباراة. ولكن قانون ساكسونيا الممثل في الاستاذ طه عزت اداله ايقاف لقاء واحد. مدرب بيراميدز في مباراه الاتحاد يقال ان هو غلط في الدوري، علشان كده ادوله ايقاف مباراه، مع العلم ان مدرب بيراميدز لم يطرد في تلك المباراه. وفي مباراه الزمالك وزد كابتن ايمن عبد العزيز خد انذارين في دقيقه واحده وانطرد من المباراه بعد اعتراضه على الكابتن محمد الصباحي والخناقه اللي كانت موجوده جوه الملعب وازاي هو كان عايز يروح يتهجم عليه. احنا شفنا من شويه مدرب نادي بيراميدز لم يطرد وخد ايقاف لقاء، والكابتن ايمن عبد العزيز طرد وخد ايقاف هو كمان لقاء. خلينا نكمل مع مباراه الاتحاد وبيراميدز. وجمهور الاتحاد حدف ازازه ميه على الحكم المساعد، وكتب مراقب المباراه ان الجمهور حدف ازاز ميه وعمل سباب جماعي فتم الايقاف لقاء واحد. اما جمهور النادي الاهلي اللي اتهم هو كمان بان هو عمل سباب جماعي، ولكن طالما في الاهلي لازم هيشتغل علينا كابتن قانون ساكسونيا، فتم ايقاف الحاضرين من لقاء النادي الاهلي مباراتين، وده كله بسبب انها